تعمل إيه لو حد اتعرض لكسر قدامك؟ أول حاجة هي التقييم الأولي للحالة. لازم تتأكد إن الشخص ده في أمان. يعني لو الكسر ده حصل بسبب إنه وقع من مكان عالي أو في حادثة، تأكد إنه مش ممكن يحصل له أي خطر إضافي. تاني حاجة تقييم الأعراض. لو في ألم شديد أو تورم أو تشوه واضح في العظم أو العجز كامل عن الحركة، أكيد باحتمال كبير هيكون كسر. وكمان أكيد لازم تسأل المصاب عن الألم، وإذا كان لو سمع صوت طقطقة لما حصل الكسر ده، فده مؤشر قوي على إنه حصل كسر. تاني حاجة تثبيت المنطقة المصابة. ممنوع تحرك الطرف اللي فيه الكسر، لأن أي حركة ممكن تزود الإصابة. لو الكسر ده في الدراع، اعمل من أي حتة قماش زي حمالة كده عشان تدعم الدراع. وكمان لو متاح ممكن تلف الجزء المصاب بأي قطعة قماش أو أي حاجة عشان تثبته كويس. طيب لو الكسر ده موجود في الرجل، اوعى تحاول انك تحرك المصاب ده الا لو كان في خطر، زي انه يكون في وسط الطريق او في حريق في مكان اللي حصل فيه الكسر. وبعدين هتستخدم لوح خشبي او اي شيء صلب عشان تعمله كجبيرة للرجل. لو افترضنا ان ده رجل، هتعمل خشبة كده قدام وخشبة ورا بالتوازي، وبعدين هتلف عليه اي رباط او اي شاش عشان تثبته. بس خلي بالك، لو في أي عظمة خرجت من مكانها اوعى ترجعها مكانها أو تلمسها. وكمان لو في نزيف، غطي الجرح بقطعة قماش من غير ما تضغط جامد. وأكيد وانت بتعمل الحاجات دي هتخلي أي حد من اللي واقفين أو انت تكلم الإسعاف ضروري عشان تيجي تاخد المصاب ده. ولكن في بعض الحاجات لازم تعملها عشان تقدر تتعامل مع المصاب ده. أول حاجة إنك تبقى هادي عشان ما يتوترش. تاني حاجة إنك تطمنه إن الموضوع تحت السيطرة وإن الإسعاف في الطريق. وكمان لو بدأ يدخل في صدمة زي إغماء أو عرق شديد أو برودة في الجسم، حاول ترفع رجله أعلى من مستوى القلب وحافظ على إنه يبقى دافي. وفي النهاية في بعض الحاجات المهمة لازم تاخد بالك منها. أول حاجة، لو مش متأكد إذا كان ده كسر أو مجرد التواء، فتعامل معاه على إنه كسر لغاية ما الدكتور يشوفه. وكمان لو في كسور في الفخذ أو العمود الفقري أو الرقبة، ممنوع تحريك المصاب نهائيا إلا لو حياته في خطر. وكمان حابب أقول لكم إن التصرف الصحيح والسريع في الحالات دي ممكن ينقذ حياة بني آدم. شكرا ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوها تحت في التعليقات.